طبعا بطولة افريقيا بالنسبة لمصر خلصت. الواحد ما اتكلمش بعد مباراتنا مع السنغال، عشان خاطر انت بعد الاقصاء اصلا ما بتقدرش تحكم على التجربة بسبب عصبيتك والماتش وظروفه واسلوبه والقصة دي. ولكن بعد ماتش نيجيريا امبارح تقدر النهارده نحكم على التجربة كاملة ونقول اللي جوانا كله ونحكم على حسام حسن. اولا انا اكتر واحد انتقدت حسام حسن في اول البطولة وطريقة لعبه واسلوبه وظروفه ودنيته، وقعدت انتقد فيه لحد ماتش كوديفوار لما اثبت ان هو كان عنده فكر معين وطبقه كويس وكسبنا بيه كوديفوار. جينا في ماتش السنغال، المدرب يا جماعه فكره، بفكر في فكره من بالليل من قبل المباراه، سيناريو برسمه في دماغي، ان نجح وبقى كويس بيكسر الدنيا، وان فشل بشيل انا مسؤوليه الفشل كله عشان دي فكرتي يعني. فحسام حسن جه في ماتش السنغال حب يطبق كوبي بيست من ماتش كوديفوار. اكيد بتوع السنغال مش قاعدين يتفرجوا علينا، قاعدين جاريين وفاهمين ومعاهم جهاز فني محترم جرى اللعب، فبقوا باردين واسلوب لعبهم هادي، قدر ياخد منا المباراه في اخر دقيقه في الدقيقه 80 بغلطه الشناوي، ويتحكم علينا ان احنا طلعنا. ما رضيتش اتكلم عشان اصبر على ماتش ايه؟ نيجيريا. ماتش نيجيريا ماتش قوي، هنشوف هنلعب بنفس الفكر ولا لا. بدا حسام حسن يتعلم وبدا يغير الفكر. طب تجربه حسام حسن ككل ايه رايك فيها؟ انا بالنسبه لي تجربه ناجحه بنسبه 80%. ليه سلبيات؟ ليه سلبيات، ولكن ايجابياته اكتر من سلبياته. سلبيات حسام حسن انه لسه زي ما هو مندفع، وتصريحاته كتيره غلط، وتصريحاته بتطص في اي حد وبيغلط في ناس كتير. ليه سلبيات. سلبيات حسام حسن انه قبل كده قاعد يتكلم على المدربين اللي كانت ماسكه منتخب مصر، وازاي زي كوبر ولا زي كروش انه بيلعب دفاعي، وهو لو هو مكانهم هيلعب هجومي، وجه اتحط في نفس الموقف ولعب دفاعي برضه. فيا كابتن حسام حسن قبل ما تحكم على تجربه غيرك من المدربين ما تتكلمش عليها، عشان هتيجي في وقت تحتاج تلعب بنفس التجربه وبنفس الطريقه، لان اللي على البر عوام، ولما ينزل الميه مش هيعرف يعوم، فهيضطر يعمل زي ما زميله كان بيعمل اللي كان بيعايب عليه. فطبعا كابتن حسام حسن ليه سلبيات. طب ايجابياته ايه؟ اولا خلى الجمهور المصري كله يلتف حوالين المنتخب ويبقى عنده روح ويتفرج عليه. من ايام حسن شحاته واحنا ما تلفناش باللفه دي، وكان اغلبيه الناس اللي بتتابع كوره من على ايام كوبر وايام الناس دي احنا كنا المنتخب بنتفرج له بالضالين امين، ونصنا ما كانش يحب المنتخب. لا، شهاده لله مع حسام حسن والروح اثبت ان احنا المنتخب ده احنا بنحبه قوي وبنتابعه وبنتابع كل تفاصيله. طلع اكتر من 10 لعيبه صغار في السن اول تجربه ليهم ودخلهم المنتخب وبداوا ياخدوا خبرات. ما بيخافش من حد. ان مدرب منتخب مصر يضم حارس زي شوبير، حارس تاني في الاهلي ما بيلعبش كوره اصلا في الاهلي اديله فتره، ويحطوا حارس تاني المنتخب وما يخافش من اي انتقادات، رغم ان شوبير لو ما كانش موفق مع حسام حسن كان هيتقطع. كان على الاقل هيقول له حارس بيراميدز من الاعلام اللي قاعد بره، حارس بيراميدز احمد الشناوي واخد بطوله افريقيا، على الاقل على الاقل يبقى حارس تاني للشناوي، رغم ان محمد الشناوي اصلا ما ينفعش يبقى حارس منتخب الاول، اديله فتره مش كويس. فقدر عمنا حسام ان يجيب مصطفى شوبير ويضمه ويخليه ياخد الثقه، زائد انه لما احتاجه خلاه الحارس الثاني ومصطفى ما خذلوش. دخل محمود صابر للفرقه، عطل مهند لاشين ادوار في بعض الماتشات واثبت له ان هو نص ملعب محترم. كان عنده نسبه فكر، دخل خالد صبحي. بس يا جماعه القماشه بتاعتنا اخرها كده، اتكلم بقى في النهايه، قماشتنا اخرها كده. احنا عندنا مشكله كشعب مصري، ان احنا عندنا عايشين على العصر القديم. ازاي على العصر القديم؟ بطريقه سهله وبسيطه. انا راجل جدي كان عمده، كان عمده بلد، وكان عنده اطيان وعنده. النهارده انا بعت ده كله ده وخسرت ده كله ده، بس كل ما واحد يكلمنا اقول له لا حاسب، انا جدي كان عمد. احنا كده في منتخب مصر، احنا قاعدين نقول السبع بطولات، بس احنا فين اللعيبه اللي تجيب البطوله الثامنه؟ هل اللعيبه اللي عندنا النهارده هتقارنهم باللعيبه اللي جابت اخر 3 بطولات افريقيا؟ صعب ومستحيل. هتيجي تقول لي طب ما انت بتقول النهارده ان اللعيبه دي محليين، طب ما دول كانوا محليين. لا ستوب، محل عن محل يفرق. انت زمان كنتش تعرف تلعب مين في الدفاع ومين في النص ومين في الهجوم. انت كان حراستك فيها نادر السيد عملاق، عصام الحضري عملاق، عبد الواحد السيد عملاق. انت الدفاع عندك كان فيه وائل جمعه ومحمود فتح الله وهاني سعيد. انت كان عندك سيد معوض ومحمد عبد الشافي، تحتار تلعب مين فيهم؟ انت كان عندك احمد فتحي في اليمين جبار. انت كان عندك حسني في نص الملعب.
الناس دي ما تقارنش. احمد حسن الصقر، حسام غالي، كلهم دول كانوا ايوه محليين، بس دول كان ربنا جعل عندهم الموهبه بالفطره. كان عندك واحد زي ابو تريكه جاي من الترسانه كان بيشيل طوب على كتفه، بس هو موهبته طاغيه. ابو تريكه جال عليه جوزيه، المفروض ده ما يلعبش في اوروبا ليه لحد دلوقتي. النهارده احنا ما عندناش الموهبه. طب ليه الموهبه قلت في مصر؟ عشان السمسره والفلوس والاكاديميات اللي شغاله بالفلوس، وان ده ابوه وزير وده ابوه غفير، وده اللي عنده الموهبه بقى في السمسره دي كلها ما بيظهرش. انا النهارده ابنه عنده الموهبه بس ما عنديش القدره ان انا احط له فلوس في اكاديميات وفي انديه، والله ما هيلعب ولا هيشوف اللعب. فاحنا كلنا بنتفرج على اللعيبه اللي بتلعب عندنا في الدورات حتى العاديه بتاع الانديه بتاعتنا، ما بنشوف لعيبه جبار. ازاي ده ما يلعبش دوري مصري على الاقل؟ بس احنا بنتفرج على واحد زي محمد هاني واسطه، واحد زي محمد فتحي مش عارف جاي منين، واحد زي فتوح بيروح يشرب مخدرات ويرجع يلعب. كله ده ليه؟ عشان فلوس وواسطه ومش عارفين نطلع الموهبه. يبقى المشكله عندنا في المنظومه. فمش ينفع احكم على حسام حسن النهارده واقول له يا حسام انت خدت المنتخب ده ليه؟ انا لو بصيت على ال 23 لعيب اللي مع حسام ولا ال 25 لعيب مش هقدر اقول ما خدش فلان براهم. هم دول اعلى حاجه، اعلى كواليتي عندك. ولو قارنتهم بالاربع فرق اللي صعدوا انت اقل منهم بفرق كبير. انت نايم تحت والناس دي كلها فوق. فالناس دي بتشتغل صح. مش المشكله مش في حسام ولا في كوبر ولا في كروش ولا في فيتوريا ولا في اي حد يمسك المنتخب. ان جبت جوارديولا نفسه، جوارديولا الفيلسوف مش هيطلع احسن من كده. ان اللعيبه دي اخرها كده، واحنا ما عندناش كواليتي ولا بره مصر ولا جوه مصر. تعال اتفرج على الدوري المصري، طلع لاعبين عادلين والله ما فيه. تعال اقول ما كان المفروض خد فلان، والله ما فيه. انت لو قعدت مع نفسك وبصيت على نص ملعب منتخب ما فيش لعيب يصلح انه يلعب مع دول. هو دول اعلى حاجه عندك، وان يوصل بيهم مربع ذهبي ده كويس جدا. هو مش انجاز عشان انت واخد البطوله 7 مرات، ولكن ده اخر المجموعه دي. فكفايه على كده، وكفايه ان احنا امال نقطع في الراجل. هو ده اخره، ليه سلبياته ليه سلبياته، ولكن ايجابياته اكتر. على الاقل موفر لك دولار للاتحاد المصري اللي كل شويه يقول لك انا معيش. هو عمل زي الاوروبيين لما عملوا، وهو بياخد له مليون جنيه، وكم كانوا بياخدوا 50 و60. فحلو ان انا عندي مدرب قدر يعمل كده ونبني على دي. حسام تجربته تكمل لكاس العالم قولا واحدا، ايوه يكمل لكاس العالم، وبعد كاس العالم نقدر ندور الخطوه اللي بعده. حسام احنا عاوزين منه ايه في كاس العالم؟ يصعد دور 16 ويقدم اداء كويس على كده. اثبت ده يكمل، ما اثبتش لا يمشي. وهات مدرب مصري غيره، وطلع مدربين تطلع بره وتدرس بره وتاخد دورات من بره عشان يبقى عندك مدربين كفء. زي على جال التجربه المغربيه، عنده بدل المدرب 5 وكلهم ولاد بلده. السكتاوي وعنده الرجراجي، فهمت؟ وعنده عنده 5 6 مدربين محترمين يقدر يغير بينهم. النهارده انا ما عنديش غير حسام على الساحه وعلي ماهر ما يناوش شويه في الدوري المصري، غير كده ما فيش. باقي المدربين بتاكل عيش. اسف على الاطاله، بس انا قلت اتكلم بعد ما البطوله تخلص عشان اقدر احكم على التجربه كامله، مش هيبقى حكم عاطفي بس.